ليه الانتاجيه؟ خلينا الاول نعرف الانتاجيه، مع العلم ان احنا هنتعرض لكل حاجه بنقول يعني التعريفات دي مفاهيم بتختلف على حسب الموقف، فكل حاجه هنتعرض ليها لاكثر من تعريف. فخلينا نقول ده طبعا حسب التوقيت والسياق اللي بنتكلم فيه او المعنى اللي عايزين نوصله. فخلينا الاول نعرف الانتاجيه. تمام. حد عنده تعريف للانتاجيه؟ حد إيه، متخيل شكل معين عن الانتاجيه؟ اتفضل، عرفنا نفسك الاول. ازيك يا استاذ محمود، انا ازيك يا طارق محمد؟ عماره. استاذنا عامل ايه يا استشاري ومدرب حبيبي؟ في مجال المبيعات. حبيبي حبيبي، الله يكرمك. معلش مش شايف القايمه حبيبي، منورنا والله. لا حبيبي، الله يكرمك الله الله يكرمك، ده يبارك. شرف اتفضل يا ده حبيبي، شرف اتفضل. لينا. الشرف ليا يا حبيبي والله. انا طارق. الله تسلم، ربنا يخليك. انا طارق عماره، استشاري ومدرب في مجال المبيعات، ماجستير اداره غني عن اعمال، التعريف يا باشا. مدير مبيعات شركه القاضي للتجاره والبلاستيك، صاحب شركه بانتو لتجاره الاحذيه، كو فاوندر بشركه اتش تي تي اس للطباعه، ومستثمر في بعض المكاتب. اهلا بيك. طيب يا اهلا وسهلا باشا. الله يكرمك. هو بالنسبه لموضوع الانتاجيه، ويمكن انا هتكلم بس فيه مش بشكل اكاديمي، ولكن تصوري للانتاجيه في ضوء اتفضل. تخصصي في مجال المبيعات. انا دايما ببقى شايف موضوع الانتاجيه ان هو ايكوال لمفهوم الكفاءه والفاعليه. فكره تمام. الكفاءه ان انا ازاي استغل الموارد اللي تحت ايدي افضل استغلال، عظيم. والفاعليه هي فكره ان انا ازاي اوصل في ضوء الموارد اللي بتكون تحت ايدي او المدخلات دي، ان انا احقق اهدافي باقل تكلفه وفي اقصر وقت. عظيم. زي الفل. اتمنى ان يكون اضافه التعريف عظيمه. مظبوط يعني. طبعا 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 الله استاذ. يكرمك. حد تاني حابب يضيف اي حاجه؟ مين تاني حابب يعرف الانتاجيه من وجهه نظره؟ مفيش صح وغلط يعني. اي حد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد هو باشا. زي ما الأستاذ كده وجهة نظري برضو تتفق معاه، اللي هو إن أنا أستغل وقتي أو مهاراتي أو إمكانياتي عظيم. أفضل استغلال، بحيث إن تعود عليا بريزلت أفضل. طبعا. عظيم يا استاذنا. طيب، طبعا هو مفيش صح وغلط ومفيش تعريف ثابت واحد للقصه، هي كلها وجهات نظر. انا بشوف ان الانتاجيه ببساطه، يعني ده التعريف البسيط ليها من وجهه نظري، هي ازاي تقدر تنجز اكتر زي ما الاساتذه قالوا بس في وقت اقل. يعني كل مره الوقت بتاع الانجاز بتاعك ده انت شغال على ان انت تقلل الوقت بتاع الحاجه. يعني انت لو بتعمل تاسك معينه في مثلا 3 ساعات، تمام، فجيت بعد كده اشتغلت على نفسك ان انت تعملها في ساعتين، فانت كده كسبت مثلا ساعه زياده، فانت كده انتاجيتك فين؟ في الطالع. تمام. فيبقى عندك وقت تعمل الحاجات اللي بتحبها وبتستمتع بيها. تمام. وده تعريف بسيط جدا للموضوع، وكل التعريفات اللي فاتت برضو هي صحيحه يعني. لكن ده كلام عام قوي، يعني ما يساعدناش ان احنا نزود انتاجيتنا بشكل فعال. تمام. وعليه ده كلام، انا بتكلم عن كلام انا وعليه. فالانتاجيه هي تحقيق اقصى نتائج زي ما قلنا في اقل وقت. تمام. ده برضو التعريف البسيط ليها. لسه هنتعرض لتعريفات تانية توصل لنا مفاهيم ومعاني تانية. تمام. بس الانتاجيه دي ليها مستويات.